نادر بكار. يا أستاذ نادر. اهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك؟ ازيك يا استاذ محمود، كيف الحال؟ الحمد لله الحمد على السلامه. لله. الحمد لله. في نعمة الحمد لله. أنا بحيي حزب النور. ربنا يبارك فيكم. يعني بحيي حزب النور على موقفه، إن هو صحيح كنت أحب إنه ينضم لينا، لكن برضه موقفه ده يحسب له يعني. كيف رأيت بيان أمس يا دكتور نادر بكار؟ هو بيان القوات المسلحه اللي القاه الفريق اول عبد الفتاح السيسي، تم الاتفاق عليه طبعا قبل ما يخرج، وده كان واضح ان كان في اطراف كثيره شاركت وضمنت هذا البيان، وبالتالي افتتاحيه خارطه الطريق للمرحله الانتقاليه. كان بيان متوازن. القوات المسلحه فيه قدمت بين يديه تقديما سياسيا، ليه هي اضطرت الى ذلك، وانا عايز اقول واؤكد على هذا المعنى، وده الخانه اللي احنا بنقف فيها. احنا اضطررنا الى ذلك اضطرارا ما حدش كان يحب ابدا، ولا حضرتك ولا حد، ان تصل الامور الى هذا الحد ابدا بعد سنه من انتخاب اول رئيس مدني منتخب. لكن يعني قدر الله ما شاء فعل. احنا حاولنا نختار اخف الضررين، حاولنا نختار يعني تجنب انقسام حاد كبير في الشارع المصري، اغضاب الملايين اللي نزلت ارادتها كلها متفقه على امر واحد. دي محاوله لتصحيح المسار يا استاذ محمود، محاوله لتصحيح المسار، محاوله للمحافظه على مكتسبات الثوره. اكيد تضررنا كثيرا، لكن ده يعني اقل الخسائر اللي ممكن طيب، نخرج بها. جميل. الفترة اللي جاية إن شاء الله نتمنى إن هي زي ما احنا كده اتفقنا تكون خارطة طريق يدخل فيها كل القوى السياسية، وده اللي أنا عايز أؤكد عليه يا أستاذ محمود. نعم. يعني أناشد حضرتك وأناشد كل الإعلاميين إن خلينا المرة دي فعلا ربنا سبحانه وتعالى يعني بيطلع علينا وبيراقبنا. خلينا المرة دي ما نقعش في نفس الخطأ اللي وقع فيه الإخوان قبل كده. بلاش تعميم العقاب، بلاش لغة الإقصاء، خلينا ننتزع يا استاذ أنا محمود، موافق وانت قادر جدا، على ذلك، بس والناس كلها إيه تفسيرك الاعلاميين يا أستاذ والشرفاء نادر؟ قادرين على ذلك، ان طيب، هم يشيلوا ثقافه الكراهيه من قلوب انا موافقك على دوت، وكنا لسه غريبه. بنتكلم في دوت انا وعمرو حمزاوي. بس هو دلوقتي تصرفات بعض الاخوان زي ما انت شايف، في الزقازيق في ضرب، في عند بين السرايات في ضرب. كلهم معترضين على وجود الرئيس الجديد، رافضين وجوده، رافضين يتعاملوا معاه. يعني مثلا طلب من حزب الحريه والعداله ان يكون معكم امبارح في الاجتماع، صحيح ما رضيوش صحيح يروحوا ورافضين. صحيح. ودلوقتي في تصريح طالع انه مش عارف قالوا لي وزير الاستثمار بيقول ان مرسي راجع كمان يومين ثلاثه. ف يحيى يعني انا حامد اقول يا وزير استاذ محمود، الاستثمار. هو الامر واضح، الامر واضح ان المساله انتهت، وان المساله القوات المسلحه المصريه خرجت بالبلاد باقل خسائر ممكنه، وعبرت من النفق المظلم ده، وانحازت الى شرعيه الجماهير، وانحازت للمصلحه العليا للبلاد. فخلاص الامر قضي. انما احنا دلوقتي عايزين نخفف التبعات ونخفف ال يعني الاثار السلبيه الناجمه عن الحدث بتاع امبارح. اعذر شباب التيار الاسلامي يا استاذ محمود، واعذر شباب الاخوان، هم ضحيه تغرير وضحيه تضحيه بهم، والقائهم في مواجهه مع الشعب المصري، وافهامهم ان المساله حياه او موت، وان المساله لا بديل فيها عن المعادله الصفريه. ولذلك انا بقول احنا هنتحمل مسؤوليتنا تجاه الازمه، وان كانت مش سهله، لكن في نفس الوقت برضو انا بطالب القيادات الامنيه وبطالب الاعلاميين والسياسيين ان يرسلوا رسائل، مش رسائل طمأنه، انما رسائل تتكلم على ان المرحله القادمه ما فيهاش تصفيه، ما فيهاش قلنا والله ليه؟ والله عوده انا للممارسات فتحت الحلقه السابقه، بالكلام ده يا دكتور نادر والله. علشان الشباب يفهم ان المساله مش هتبقى خلاص بقى كما كنتم، وان مفيش حاجه اسمها ممارسه سياسيه. لا صحيح. بالعكس، احنا عايزين نصلح الوضع السيء اللي كان قائم. مش عايزين حد يستأثر تاني، مش عايزين حد يعني ياخذ البلاد مره تانيه وفق اهواء وامزجه شخصيه. فعايزين نعرف شباب الاخوان وشباب التيار الاسلامي وشباب كل الاحزاب ان الممارسه السياسيه مفتوحه للجميع، صحيح يا دكتور لكن نادر. الهويه المصريه هتظل هويه ثابته، ما حدش يقدر يغيرها. احنا بندور كلنا في فلكها.
الاعتبارات المصلحة العليا للبلاد كلنا بندور في فلكها، محدش يقدر يغيرها ولا يعيد ترتيبها مرة تانية. هنتعلم من الدرس ده، أقصد كلنا كمصريين نتعلم من الدرس اللي فات ده ونكمل للأمام، ما نخليهوش عقبة تعوقنا على التقدم. ان شاء الله يا استاذ نادر. استاذ نادر بكار، انا بشكرك شكرا جزيلا.